شكرا الاسم لو سمحت. Your name. هوشانغوسي. شكرا للسادة المحاضرين. بما أنه بتقديري العنوان هو الفاعلين الإقليميين في الأزمة السورية، كان ينبغي توسيع البيكار أو توسيع الدائرة للحديث عن الدور الأردني أيضا بحكم الحدود المشتركة لسوريا والأردن بما له أو عليه. المحاضر الأخير الأستاذ أتى على الدور الخليجي، وضمن هذا الدور الخليجي ركز على دور السعودية، وأعتقد أن الدور الخليجي لا يمكن أن يقتصر على السعودية. هذا الدور موزع على قطر، على الإمارات، على البحرين، وحتى عمان أيضا لهذا الدور كان له ما له وعليه ما عليه. ينبغي الحديث عن كامل تفصيلات الفاعلين الإقليميين سلبا وإيجابا وبرؤية نقدية ممحصة وثاقبة. فيما يتعلق بالوضع التركي، أعتقد أنه تدهور العلاقات التركية إقليميا لا يمكن تحميل السوريين مسؤولية ذلك، ولا يمكن تحميل تضامن تركيا مع الثورة السورية أنه الضريبة أتت أو دفعت تركيا أكلاف هذا التضامن وانزلقت علاقاتها الإقليمية. لا، تركيا محكومة بمجموعة من الأزمات الداخلية المعقدة. على المستوى الداخلي لديها أزمة داخلية ضمن الإسلاميين، الفريق الإسلامي الحاكم معروف للقاصي والداني، وأزمة مع العلمانيين، وأزمة مع الأكراد، وأزمة مع الجيش. هذا الوضع الداخلي المتأزم أيضا لا يمكن الداخلي والإقليمي تحميل السوريين أنه هذا بتقديري نوع من تجنيب تركيا عدسة النقد. هي أيضا دورها ينبغي مراجعته نقديا من قبل قوى المعارضة أيضا ومن قبل الجانب التركي. وهذا ما كانت ورقة الأستاذ أو حسب تقديري الأستاذ سمير تفتقده، القراءة النقدية للأداء التركي. استمعنا لقراءات نقدية للأداء الإيراني، للأداء الإقليمي، لكن الأداء التركي ينبغي التركيز لأنه فعلا فاعل استراتيجي ومهم على الصعيد العسكري، على الصعيد الإغاثي الإنساني، على صعيد التيار السياسي للقوى المعارضة السورية. ممكن تاني خلاص سألوا؟ لا، في بعض النقاط الأخرى أيضا ينبغي سياق هذا التقليد. أنا بتقديري الموضوع الكردي أيضا فعلا موضوع هام ومتفجر، وأتى الأستاذ الدكتور عبد الباسط بالحديث عن هذا الموضوع. أيضا ما أخشاه بصراحة أنه نحن كسوريين كنا نتحدث عن لواء اسكندرون، وتحدثنا فيما بعد عن الجولان، وأن نتحدث لاحقا عن عفرين أيضا كأرض سورية خاضعة لاحتلال. الآن سوريا تخضع لاحتلالات متعددة. ينبغي نحن أن نتحدث بصراحة وبوضوح وبشفافية. كل قوة موجودة في سوريا لديها مبرراتها وحججها التي تبرر فيه تدخلها السافر ضمن الأراضي السورية. الموضوع التركي الكردي أو حزب العمال الكردستاني لا يمكن أن يكون حجة، لأنه حزب العمال الكردستاني موجود في إيران، موجود في أرمينيا، موجود في اليونان. وإلا لو كان هذا السبب سببا مقنعا لاجتاح تركيا كل هذه الدول الإقليمية أو حاولت اقتطاع أجزاء من أراضيها. شكرا جزيلا. شكرا. فورا. نقطة ثانية أيضا برأيي في غاية الأهمية تم التطرق إليها في موضوع الأكراد وحزب العمال الكردستاني. من الذي أنهى الاتفاقية بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية؟ عملية قام بها حزب العمال الكردستاني، فجر كل هذه التفاهمات في الداخل التركي وكان فيها عشرات القتلى.
الآن ربما نقطة قد نتفق أنا وأنت فيها، أنه تركيا كان عليها أن تمضي حتى النهاية في موضوع إنهاء هذا التوتر الداخلي في الملف الكردي. لكن عندما وجدت تركيا أنه هناك إصرار على لعب الورقة الكردية مهما فعلت ضدها بشكل أو بآخر في الداخل والخارج، اعتمدت السياسة الحالية. أعطيك مثال بسيط. نحن نتحدث عن الملف السوري. الإخوة في حزب في الأكراد في سوريا، في قسد، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ذهب وراء روسيا يناقش الدستور الروسي وأنتم تتابعون. الدستور السوري، الدستور السوري أي دستور؟ الدستور ليس الفيدرالي، دستور الكونفدرالي. وأنتم تعرفون، قرأتم نص المسودة الدستور الروسي وتعرفونه أفضل مني. الروسي يعني هذا الدستور، مسودة الدستور الروسي هو تفتيت سوريا. طب وليش بدك من تركيا تمضي حتى النهاية وراء التفاهم مع الأكراد إذا كان المشروع هو مشروع انفصالي وكيان كردي في قلب سوريا؟ يعني أنا رأيي الشخصي، طبعا لا أتكلم باسم الحكومة التركية، أنا أقول أنه لماذا تركيا تصعد بهذا الشكل في الملف الآن مع حزب الاتحاد الديمقراطي في الداخل السوري، وستمضي أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن المسألة ليست فقط مرتبطة بالدستور ومحاولة صناعة هذا المشهد، بل لأنه أصبح هذا النقطة هذه أصبحت جزء أساسي بالنسبة للاستراتيجية التركية في الملف السوري، وتعرفون ذلك أيضا أفضل مني. لن تتراجع تركيا إطلاقا في موقفها الحالي من حزب الاتحاد الديمقراطي، حتى لو كان في تفاهمات في طهران وضغطت روسيا ليكون هناك تلين في المواقف.